اهلا بيكم، والنهارده هنعمل فيلم اكشن جامد اسمه سيرجا بدر سامي. بس قبل ما نبدا ما ننساش نصلي على النبي ونعمل لايك ونشترك في القناه عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده. بيبدا الفيلم واحنا بنشوف جيري، وده اللي بيقدر يجمع الناس المفقوده ويرجعهم لعائلاتهم مره تانية. ونشوف بعد كده في البدايه مذيعه برنامج بتقدم جيري للمشاهدين وبتقول ان ضيفها المره دي بطل متميز. وبعد ما الناس بتحيي جيري، المذيعه بترحب بيه وبتساله عن سبب شغله واهتمامه بان هو يجمع الناس المفقوده. بيقول لها جيري لانه هو صغير ضاع من اهله وهم في المعبد، وهو راح في اتجاه وهم راحوا في الاتجاه التاني، وما قدرش يتجمع معاهم مره تانية، واخدوا واحد ورباه بعد ما الناس رفضت انها تساعده. وده بالنسبه له كان شعور قاسي جدا انه يعيش من غير اهله، وعشان كده هو مش عايز اي طفل يعيش نفس احساسه ويتربى بعيد عن اهله. وقرر ان هو يدور على الاطفال المفقودين من اهلهم ويحاول يوصل الاطفال دي لاهلها. وبعدين بقى بيعرضوا فيديوهات للاطفال رجعها جيري لعيلتها، وبيكون واحد منهم الطفل هارش اللي هرب من البيت بسبب ان اهله بيضغطوا عليه في المذاكره والدروس. وبيحاول يفهمهم جيري ان حياه الاطفال عباره عن لعب ومرح، مش الضغط اللي يوصلهم انهم يهربوا من بيتهم. بعد كده بنشوف قصه تانية من شغله، وبتكون ان هو قدر يرجع راجل كبير في السن البيت وبعد ما هرب منه، وده بسبب ان اولاده كانوا بيعاملوه بطريقه وحشه. وبيطلب منهم جيري انهم يعاملوا ابوهم كويس لانه فنى حياته عشان خاطرهم وعشان خاطر يربيهم ويعلمهم. وبنشوف بقى المذيعه بتحيي جيري على الانجازات اللي عاملها وان هو قد ايه انسان كويس. وهنا بتساله عن ايه طموحاته في الحياه غير انه يجمع الناس بعيلتها، وبيقول لها ان هو طموحه يكون عيله ويحافظ عليها انها تكون سعيده ومترابطه، وانه حاول يتقدم للجواز كتير عشان خاطر يحقق الطموح اللي هو عايزه، لكن اللي قابلته عقبات كتير. وبيفهمها ان يا اما البنت بتوافق واهلها بيرفضوا، يا اما البنت بترفض واهلها يوافقوا. لكن رغم كده هو مش بييأس ولسه بيدور على عروسه تناسبه. وهو بيتكلم مع المذيعه بيتصل عليه الراجل اللي بيعرف له التطابق بتاعه، يعني اللي بيجمع له العروسه خطبه يعني، وبيقول له ان هو قدر يلاقي تطابق لبنت شبه بتاعه وان هي يتيمه زيه، والمره دي مش هيكون في اي عقبات. والمذيعه بقى بتبارك له بمناسبه الاخبار الجديده وبتتمنى له حياه سعيده. وبعد ما بيخرج من البرنامج بيكون مبسوط وبيفضل يرقص ويغني بمناسبه الاخبار اللي قالها له الكاهن. وبعد كده بنشوف جيري وهو بيقابل شايلجا، ودي بقى البنت اللي قال له عليها الكاهن، وبتقول له ان هو يقدر يناديها بشايلو، وبيقدروا يتفقوا في الكلام مع بعض. وبيقول لها ان هو معجب بيها، وبتقول له ان هو طالما معجب بيها وهي كمان معجبت بيه لما شافته في التلفزيون، يبقى يحددوا بقى ميعاد جوازهم على الاسبوع الجاي. وبيوافق جيري على كلامها، وبنشوفهم وهم بيروحوا يشتروا هدوم للفرح بتاعهم، وكمان بيجيبوا كل حاجة تخص مراسم الزواج. وهناك الكاهن هو اللي بيخلص لهم مراسم جوازهم. وبعد ما بيخلصوا كل المراسم بتاعتهم بيروح جيري وشايلجا عنده واحدة اسمها تولاسي، ودي بتكون الست اللي هي ربته وهو صغير. وبيقول لها ان هو قدر يلاقي بنت مناسبة واتجوزها، وبتكون مبسوطة ان قدر يلاقي البنت المناسبة ليه، وبتبارك لهم هما الاتنين. وبتبدأ كل ناس الحي اللي ساكن فيه تتعرف على شايلجا ويتكلموا معاها، وبتكون كل الناس فرحانة بجواز جيري الا الكاهن كاسي، بيكون باين عليه انه مش فرحان لان هي دي عادته، شخص حقود. وبعدين بقى بنشوف شايلجا وهي بتغير شكل البيت لانه مش عاجبها منظره، ولما بيرجع جيري بيلاقيها حولت البيت لشكل تحفة، وعشان كده كانت مشغولة طول اليوم فما اكلتش. وبتقترح عليه انهم يخرجوا يتعشوا بره، وبتاخده شايلجا المكان هي عارفاه بيكون فيه الاكل جميل وفي نفس الوقت مش غالي، وبيكون عبارة عن مكان شعبي، يعني من الآخر موجود فيه بلطجية عادي جدا. ولما بيدخلوا بيقعدوا على ترابيزة قريبة من شوية شباب كده تعبانين في دماغهم، وبيفضلوا يضايقوا شايلجا بكلامهم، وفي الآخر بيتريقوا على منظر جيري وإن باين عليه إن هو غبي ومش هيقدر يعمل حاجة لو قربوا لشايلجا. لكن هي بقى بيعصبها كلامهم وبتقوم تروح لهم وبتعلمهم درس من الآخر، وبتضربهم وبتكسر عليهم أزايز الخمرة اللي هم بيشربوها. وهنا بقى جيري بيقف مصدوم من اللي بتعمله شايلجا ومش مصدق عينيه. وبعد ما بتخلص بتقوله انها اتعلمت الكاراتيه في الكلية وكمان معاها الحزام الاسود، وهو ده اللي ساعدها تعمل كده. وبتاخده ويروحوا عشان ياكلوا. وبعد ما بيرجعوا البيت بيلاقوا اللي في الحي مستنيينهم جوه البيت لانهم جهزوا لهم ليلتهم الاولى سوا. والكاهن كاسي بيقابل فاطمة، ودي بتكون معتبرة جيري زي مامتها من بعد ما أمها توفت وهي صغيرة وكانت دايما عايشة عند جيري. وبيسألها الكاهن هي ليه ما راحتش تنام مع مامتها جيري النهاردة. بتقوله إن كل الناس قالت لي ما ينفعش تفضل تنام مع جيري النهاردة، لكن بيقول لها إنها تروح تنام عند جيري زي كل يوم، وإن اللي قالوا لها كده بيكذبوا عليها.
وبيكون الكاهن كاسي اخد مراته وراجعين لبيتهم، لكن بتيجي فاطمة ومعاها اطفال كتيرة وبيطلبوا من الكاهن وبيصروا على انه يحكي لهم قصة. ومن الاخر كده بتبقى ليلة الكاهن هي اللي باظت وليلة جيري عدت على خير. وهنا بنشوفهم وهم قد ايه مبسوطين سوا وفرحانين بحياتهم مع بعض. وبعدين بيكون جيري وشايلو واقفين مستنين اشارة المرور عشان يعدوا الطريق، وهناك بتشوف شايلو واحد ماسك صورة وبيدور على صاحبها، وبتكون برضو الشرطة بتدور على نفس الشخص. وبتخاف شايلو وبتربط على وشها قماشة عشان محدش يشوفها، ولما بيقرب منها الشخص اللي ماسك الصورة بتكون الإشارة بقت خضرة وجيري بيعدي الطريق. بعد كده بتكون نايمة وفجأة بتصحى مخضوضة لأنها بتكون بتحلم بالشخص ده وهو بيضرب جيري. ولما بيروحوا للدكتور بيعرفوا إن مفيش أي حاجة تقلق، وكمان بيعرفوا إن شايلو حامل. وفي وقت ما جيري كان مبسوط بحياته اللي كان كاتب السيناريو بتاعها وقدر يحققه بالظبط، بيكون بقى هناك في أباد كونداريدي، وده كان كاتب سيناريو جديد لحياة جيري عشان يدمر له حياته. وبنشوف كونداريدي وهو جايب ناجية وبيندمه ان هو ما ادالوش محصول القصب اللي حصده، وده لان كانت عينه على المزرعة بتاعته. وكونداريدي بيشتري القصب اللي حصده وكمان بيشتري التيران اللي حرتت الارض، وعشان يعاقب ناجية على اللي عمله بيربطه في عجلة العربية وبيضرب الطور عشان خاطر يتحرك وهو مربوط فيه. وبيقف جيري واقف وبيشوف العبث اللي بيحصل قدامه، وبعدين بيحتفلوا رجالة كونداريدي باللي عملوه. وبعد ما بيخلصوا احتفالهم كونداريدي بقى بيقابل جيري وبيقول له ان هو سمع عنه وانه هو اللي بيرجع الناس اللي اتفقدت لعيلتهم، وهو طالب منه يرجع له بنت اخوه، وبيعرفه انها هربت عشان ما عجبهاش انها تعيش معاه، لكن هو عايزها ترجع لانه مش قادر يستغنى عن بنت اخوه، بس بيقول له بشرط واحد ان محدش يعرف اللي انت هتعمله والا مش هخليك على وش الدنيا مرة تانية. ولما جيري بقى بيطلب صورة للبنت بتكون هنا الصدمة لان هي بتكون شايلجة، ولما بيرجع للبيت بيفضل يتخانق معاها انها ما قالتش الحقيقة من البداية، لكن بترد عليه انها لو كانت حكت له على اي حاجة ما كانش هيوافق يتجوزها. وبيفضل يقول لها انه كان بيحلم بعيلة بسيطة وهادية، لكن دلوقتي هو مش عارف يعيش ازاي بسبب رعب كونداريدي. وبتحكي له بقى شايلجة ان هو قتل ابوها وامها عشان الفلوس، ورباها عشان لما تكبر يجوزها لابنه اللي في امريكا ويقدر ياخد الممتلكات بتاعتها، وعشان كده بقى هي هربت من السجن اللي كانت عايشة فيه. وبييجوا ناس الحي وبيقولوا له انهم هيساعدوه وهيقفوا معاه في وش كونداريدي، لكن جيري بيرد عليهم بتريقة وبيقول لهم انهم ممكن يموتوا كلهم وده بمجرد بس لما يشوفوا رجالة كونداريدي. وبتقول له شايلجة ان اللي حصل حصل خلاص وانهم من دلوقتي لازم ياخدوا حذرهم منه. وبعدين بيروح جيري وشايلجة للدكتور وبيطمنوا على الجنين، وبتقول لها الدكتورة ان هو في حالة كويسة ولازم تبعد عن اي ضغط نفسي عشان يتولد البيبي بصحة كويسة. وبعد ما بيخرجوا من عند الدكتورة بيتصل كونداريدي بجيري وبيسأله لو قدر يوصل لمكانها لان هو واخد صورتها بقاله اسبوع وما ردش. وجيري بيقول له ان هو قدر يوصل لمكانها وهي موجودة في حيدر اباد، لكن لما يعرف يحدد مكانها بالتحديد هيتصل عليه يبلغه. وبيبقى بقى كونداريدي طاير من الفرحة بالاخبار اللي سمعها، وبيقترحوا عليه رجالته انهم يروحوا لحيدر اباد ويدوروا عليها بنفسهم، وده لانها مدينة كبيرة وجيري مش هيقدر يدور فيها لوحده وهم هيساعدوه لما يدوروا هم كمان. وبيوافق فعلا كونداريدي على كلامهم وبيروحوا بقى لحيدر اباد وبيبداوا يدوروا على شايلجة. وبعد ما بيوصلوا رجالة كونداريدي لحيدر اباد واحد منهم بيسأل هيبداوا يدوروا عليها من انهي مكان بالظبط، لكن بيرد عليه التاني وبيقول له ان انت غبي لانك فاكر ان احنا جايين ندور، احنا جايين هنا عشان ننبسط ونزور الاماكن السياحية وكمان البارات اللي موجودة في حيدر اباد، وانهم طالما معاهم فلوس هيقدروا يعملوا اللي هم عايزينه. وبيقول لهم ان لو كونداريدي قدر يلاقيها فهيكون محظوظ، ولو ما قدرش فهيكونوا هم اللي محظوظين برحلتهم اللي في حيدر اباد. وبعد ما بيفضلوا يلفوا في المولات وصالونات الحلاقه بيتصلوا بقى على كونداريدي عشان يبعت لهم فلوس، وبعد ما بيحولوا الفلوس بيروحوا السوق عشان ياكلوا، لكن بتكون شايلجة موجوده في نفس السوق. وبنشوف جيري وهو نايم وبيحلم ان رجاله كونداريدي موجودين في السوق وشافوا شايلجة وخطفوها، وبيقوم من النوم وهو مفزوع وبيدور على شايلجة في كل مكان ومش بيلاقيها، وبيخرج يسأل عليها الناس اللي ساكنة معاه لكن مش بيكونوا عارفين راحت فين. في الوقت ده وهم بيتكلموا بتيجي شايلجة وبيبقى جيري متعصب، ولما بيسألها كانت فين بتقول له انها راحت السوق، وبيضربها هنا جيري بالقلم وبيقول لها ان هو كان هيموت من القلق عليها وانها ما كانش لازم تخرج لان رجالة كونداريدي ممكن يكونوا موجودين في كل مكان. بتقول له انها راحت تشتري هدوم للبيبي وما كانتش هتتأخر، وبعد كده جيري بيقدر يراضيها. وبنشوف بقى ماليش وده واحد من رجالة كونداريدي في المنطقة اللي ساكن فيها جيري، وهناك بيشوف شايلجة وهي ماشية
وبينزل من عربيته وبيفضل ماشي وراها، لكن بيظهر جيري في وشه فجأة وبيقول له ماليش انه يمشي من قدامه لانه ماشي ورا شايلجة لانه قدر يلاقيها. لكن جيري بيقول له ان هو شافها من اسبوع وان هي دلوقتي رايحه البيت بتاعه. وبياخده بقى جيري المطعم وبيقول له ان هو هيفهمه كل حاجه، وبيحكي له جيري ايه السبب اللي خلى شايلجة تهرب من بيتهم. وبيرد عليه عشان هي ما كانتش بتحب ابن عمها. وبيقول له جيري معنى كده انها بتحب شخص تاني، وبيقول له ان الشخص التاني ده انت. وبيحكي له ان هو لما لقاها قالت له كل ده، وكمان قالت له انها لما هتشوف ماليش هتتجوزه، وان هو فضل يدور عليه عشان يقول له كل الكلام ده. وبعدين بياخده جيري للبيت بتاعه وبيكون فك كل صور هو وشايلجة وحط صور ماليش عشان يقدر يقنعه بالموضوع اللي عمله عليه. ولما بيروحوا البيت بيسألوا جيري لو كانت مراته هتوافق ان يتجوز واحدة تانية، فبيقول له عادي هقتلها. بعد كده بيرجع جيري يسأله تاني طب بخصوص كونداريدي هتعمل معاه ايه، فبيقول له ان هو كمان هدفع فلوس لواحد عشان يقتله بمجرد ما يتجوز شايلجة. وبعد ما بيخلص كلامه مع جيري ويشوف شايلجة بيخرج من بيت جيري وبيلاقي الناس اللي ساكنين مع جيري عاملين له احتفال لانه العريس وهو اللي هيقدر ينقذها من كونداريدي. وبعد ما بيخلصوا احتفالهم الكداب بماليش بيروح للسوق عشان خاطر يشتري فاكهة، وهناك بقى بيروحوا له باقي الرجالة وبيستغربوا انه بيشتري فاكهة رغم انه مش بيحبها، بس هو بيعرف يقنعهم وبيخلوهم يجيبوا له الفاكهة. وبياخدها بقى البيت جيري وبيقول له ان يديها لشايلجة. وبعد كده بيروح هو واصحابه المول وبيقول لهم انهم يشتروا اللي هم عايزينه، لكن هو بيروح يشتري ساري لشايلجة. ولما بيشوفوه بيشتري لبس ستات بيسألوه عن الحاجات الغريبة اللي بيعملها، بس هو بيقول لهم ان دي حاجة ما تخصش حد فيهم ومش ضروري يسألوه كل مرة. وبيروح بعد كده البيت جيري وبيديله الهدوم وبيقول له ان اصحابه بدأوا يشكوا فيه وان مش هيجيله كل يوم وهيجيله كل فترة طويلة. ولسوء حظه بقى بيكون ساتي وده واحد من اصحابه سمع كلامهم وبيهددوا ان هو هيقول لكونداريدي على اللي سمعه لو ما فهمهوش اللي بيحصل، وهو ليه مخبي عليهم ان شايلجة موجودة هنا. وبيخرج ورا ماليش وبيعمل عليه نفس الموضوع اللي جيري عمله على ماليش، وبيقول له انها بتحبه وانها هربت عشان تتجوزه. وبيروح طبعا زي الاهبل وبيشتري لها حاجات كتير. وبعدين بيرجعوا البيت وبيلاقي صوره متعلقة على الحيطان، وبيقول لهم ان هو هيقتل مراته عشان شايلجة وكمان هيقتل كونداريدي عشان ياخد هو الممتلكات. ولما بيخرج اهل الحي بيعملوا له نفس الاحتفال الكذاب اللي عملوه الماليش ونفس الموضوع اللي عملوه كله مرة تانية. وبيكون ساعتها جيري متضايق انه بيكذب عليهم، فبيروحوا يجيبوا كل الحاجات، وهي بتقول له ان من العادات والتقاليد ان اهل العروسة لما تكون حامل يجيبوا لها كل الحاجات دي، وان الاغبياء دول بيجيبوا لها من الفلوس عمها، يعني كده هم مش بيعملوا حاجة غلط. بعد كده بقى بنشوف اهل الحي وهم بيحتفلوا بيهم وبيغنوا لهم، وبيرجع الكاهن كاسي وبيشوف الاحتفال ومش بيبقى فاهم حاجة. وبيجي واحد من اللي ساكنين في الحي ويقول له ان شايلجة ما طلعتش مجرد بنت يتيمة لكن عمها طلع كونداريدي، وبيقول له انهم مخبيين الحقيقة دي عن اي حد ولازم يحتفظ بالسر. لكن طبعا الكاهن الواطي بيروح لكونداريدي وبيقول له كل اللي بيحصل وبيقرر ان هو يروح يجيب جيري وشايلجة، لكن بتمنعه ردها وبتقول له ان هي اللي هتروح بنفسها. ولما بتوصل للحي بتاع جيري بتحاول انها تقتل اللي فيه، لكن بيقفوا لها الناس اللي في الحي ومش بتقدر انها تأذي اي حد فيهم، وده بعد ما بيعرفوا ان شايلجة طبعا مرات جيري وحامل منه. وبترجع هي ورجالة كونداريدي ومش معهم شايلجة، وبيبقى رد على اللي عملوه ناس الحي. كونداريدي بيخطف فاطمة وبيتصل بقى على جيري وبيهددوا بيها، وبعدين بيرجعها لهم وبتكون مجروحة جروح بسيطة. كونداريدي بيهدد جيري ان لو ما جابش شايلجة هيقتل كل الناس اللي في الحي بتاعه قدام عينه، وبيحذروا من ان هو يلعب معاه تاني. وبنشوف جيري وهو قاعد مع شايلجة وبيقول لها ان لولا اهل الحي دول هو كان زمانه مرمي في الشارع وان هم اللي ربوه، لكن دلوقتي هم هيتأذوا بسببه. وبيقرر جيري انهم يسيبوا الحي اللي عايشين فيه عشان مش عايز يتسبب بأذى لأي حد. وبيمشوا ويروحوا مركز الشرطة، وهناك واحد بيقول لهم ان كونداريدي دفع رشوة لكل الشرطة انهم لو شافوه في اي مكان يقبضوا عليه، وبيقول له انه يروح لشرطي اسمه ديفيكوار وهو اللي هيقدر يساعدهم. كان بيطلع شرطي قذر وبيكلم كونداريدي وبيقول له ان هو بعت جيري المكتب نائب المفوض. وبيوصل جيري المكتب وهناك بيقابل نائب المفوض وبيفضل يكذب عليه ويقول له انهم هيوفروا له الحماية وان هو دلوقتي في امان من كونداريدي. وبعدين بيروح يكلم كونداريدي وبيقول له انهم موجودين عنده في المكتب وان هو لو موافق على الصفقة بتاعته يقدر يبعتهم للمكان اللي هو قاعد فيه. فطبعا كونداريدي بيقول له يخلص عليهم وان صفقتهم هيتناقشوا فيها بعدين. وبيكون جيري قاعد وبيبص على نائب المفوض وبيشك ان في حاجة غلط بتحصل. وبعد ما بيخلصوا كتابة الشكوى بيقوم عشان يمشي، لكن بيحاصروه الشرطة وبيمنعوه يخرج.
وبيفضل يترجاهم جيري وشايلجا انهم يسيبوهم يمشوا، لكن بيقول له نائب المفوض انه هو ملهوش الحق ان يعيش، لا هو ولا مراته ولا ابنه. وبعد ما بيفضلوا يضربوا في جيري ويوقعوه على الارض بيقدر يقوم وبيعرف يضربهم وبيهربوا منهم، وبتكون رجاله كونداريدي في كل مكان وبيقدروا يعرفوا هدوم شايلجا، لكن جيري وشايلجا بيستخبوا في مكان بعيد عن انظارهم. بيكون كونداريدي هيتجنن انهم ازاي قدروا يهربوا وهو مراقبهم في المكان، وبيفضل يزعق في رجالته. في الوقت ده بيجي جيري وشايلجا وبيبدا جيري كلامه مع كونداريدي بطريقه كويسه وبيترجى يسيبهم في حالهم ويبطل اللي هو بيعمله، لانه مخليهم عايشين حياه مهدده وانه بسببه ممكن يتقتلوا في اي وقت. لكن كونداريدي بيكون رد فعله وحش، وده اللي بيخلي جيري يخلص على رجالته واحد ورا التاني. وبيجي بقى الدور على كونداريدي، وجيري مش بيرضى يقتله وبيقول له ان هو لو حسن حياته هيموت زي اي شخص، لكن لو فضلت حياته بالشكل ده فهيموت بنفس الطريقه اللي بيقتل بيها الناس. وبعد ما بيسيبوه جيري وشايلجا ويمشوا، بيقوم كونداريدي وبيبقى رايح عشان يقتل جيري، لكن مش بيلحق عشان خاطر الثور بيقتله. وبكده بيكون خلص ملخص فيلمنا النهارده. اهلا بيكم، والنهارده هنعمل فيلم اكشن جامد جدا، بس قبل ما نبدا ما ننساش نصلي على النبي ونعمل لايك ونشترك في القناه عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده. بيبدا فيلمنا باتوبيس ماشي على الطريق وفي مجموعه كبيره من الركاب، وكل الركاب مبسوطين وسعداء وما يعرفوش المصير المظلم اللي مستنيهم، لان بيكون في 3 شباب على الطريق منتظرين الاتوبيس يعدي عشان يسرقوه. وفعلا اول ما الاتوبيس بيعدي من جنبهم بيرموا عليه حجاره وبيقع من على الطريق الجبلي وبيتقلب الاتوبيس، وحاله الناس بتكون وحشه جدا. وال3 دول مش بيرحموهم وبينزلوا يسرقوهم، وبيذبحوا كمان اللي لسه عايش منهم بدون اي رحمه. والقضية دي وصلت للحكومة، واللي هي أصلا مش عارفة تقبض عليهم وكانت عايزة تعمل لهم كمين وتمسكهم. وفي يوم كان في عربية شرطة معدية من نفس الطريق وبيوقعها ال3 دول من الجبل واللي فيها بيموتوا. وعايزكم تفتكروا الحادثة دي كويس عشان هنحتاجها بعدين. بعد كده بنشوف ست بتدور على بيت عشان تسكن فيه، والست دي كانت حامل واسمها نور، وبعد فترة بتخلف وبتربي ابنها من عرق جبينها. أما ال3 اللي كانوا بيسرقوا فبقوا حاليا رجال أعمال ومسؤولين كبار في البلد، وهنعرف حصل ازاي ده في الآخر. المهم بتعدي حوالي 12 سنة على ابن نور اللي بيكبر وبنشوفه نايم في الشارع، ووقتها كان في خناقة شغالة بين ست من اللي بتدير بيوت الدعارة وبين بانر واحد من رجالة العصابات. وفجأة رسنام ابن نور بيسحب سكينة وبيقتل الست دي قبل ما تخلص على بانر اللي اعتبر رسنام كده أنقذ حياته. ولأن رسنام كان لسه صغير بيدخل الأحداث واتحبس 5 سنين وخرج وهو شاب، وكان بانر وقتها اتغير وغير شغل العصابات وبقى يساعد الناس، وكل ده بسبب رسنام اللي قرر يكون له أب بعد ما خرج من السجن، وبيكمل رسنام معاه وبقى دراعه اليمين. وفي سنة 2024 بتحصل حادثة فظيعة وبيلاقوا السكان أعضاء من جسم إنسان متفرقة على الحدود ومحدش يعرف الراس فين. ونسيب كل ده بقى وبنشوف بنت راجعة مع الأتوبيس من مدرستها، بس الأتوبيس بيتعطل وبيضطر يقف لها عربية وكانت لمسؤول حكومي في الدولة. لكن بعد كده بنلاقي البنت دي في المستشفى وحالتها وحشة جدا. في الوقت ده رسنام بيكون في البار بتاعه مع صاحبه مرسي اللي بيصحيه عشان يكلم بانر اللي بقى مسؤول كبير زي ما قلت لكم، وطلب من رسنام يقابله بسرعة على المستشفى. ولما وصل هناك بيوري البنت وبيقول له عايزين نجيب حقها، وعرفه اللي حصل وان المسؤول حاول يعتدي على البنت وبسبب خوفها منه نطت من العربية وهي ماشية بسرعة واتشوهت وبقت خايفة جدا. وبيطلب بانر من رسنام يخلص عليه وما يخافش من حد، وبيتعرف عليها رسنام وعرف مكان المسؤول واللي كان بيحضر ماتش مصارعة. ولما شافوا المسؤول عرف ان هو جاي له وحاول يهرب، لكن على مين يا معلم؟ رسنام بيقتل كل الحرس بتوعه بطريقة وحشية وبعد كده بيمسكه وبيقول له قول لي بقى اقطع ايدك ولا رجلك ولا اجيبك نصين عشان خاطر اللي عملته. ورغم ان المسؤول بيترجى ان ما يقتلوش، الا ان رسنام عارف الصنف ده وفعلا بيخلص عليه. وبنروح بقى للوزارة اللي القادة كانوا متجمعين فيها وبيناقشوا موضوع مهم، وهو موضوع قضية القتل الوحشية اللي حصلت، وكل ده بسبب الأراضي اللي على الحدود واللي بيستولى عليها مجموعة من الأشخاص وصلوا الهند من 25 سنة، وإنهم غيروا أسمائهم وبقوا هنود أصليين بعد ما كانوا مهاجرين وبيستولوا على الأراضي. وطبعا كل ده بمساعدة المسؤولين الفاسدين. وال3 دول هم رايو أكبر أخ فيهم وسوبا وراجا، لكن في الحقيقة إنهم مش إخوات، هم مهاجرين من أمريكا استولوا على أراضي بمساعدة وزير التعليم اللي طبعا بياخد منهم فايدة. وبنروح بقى الراجا
وبيقول لاخوه رايو انهم اخدوا ال50 فدان اللي بقالهم اسبوع بيلفوا عليهم وعايزين يملكوهم بقى لاصحابهم اللي هيدفعوا. بس بيعرف رايو ان في مشكله حصلت، وبياخد رجالته وبيروح للارض وبيقابل المساح اللي بيقيس الارض، وبيعرف ان هو عمل مشكله كبيره، وهي ان غلط في المساحه ودخل ارض تانية ملك لناس معروفين على الحدود تبع ال50 فدان دول، وهو كده هيعمل لهم مشكله مع شرطه المدينه اللي جنبهم. وهنا هو بيقتل المساح لان الغلطه دي هتكلفه فلوس كتير. وبنشوف بنت اسمها ميلجا وتكون رايحة تركب الأتوبيس عشان تروح لمدرسة فلور جارتهم، لأنها كانت عايزة تدرس الطب، ومدينة باندر ما بيكونش فيها كليات تقدر إنها تساعد شخص جاله اختناق في الأتوبيس، وبتكون شاطرة جدا. وفي الوقت ده كان رسنام خارج من مكانه وبيكلمه شرطي وبيتريق عليه وعلى شغل أمه زمان لأنها كانت بتشتغل في بيت دعارة، وبيضرب رسنام الشرطي بسبب اللي قاله على أمه، لدرجة إن الموضوع وصل للمفوض، وراح بانر بنفسه لهناك وأثبت إن الشرطي غلط في حق رسنام والمفروض إن يتأسف. وبانر بيهدد القادة بفتح فسادهم لو ما سابوش رسنام، وبيظهر هنا قد إيه بانر قوي جدا. أما حكاية أم رسنام دي فكانت كالتالي: إن والدته اتخطفت واجبرت إنها تشتغل في الشغل ده، لكن هي دي مش كل التفاصيل هنعرفها بعدين. وبيكون رسنام قاعد مع أصحابه وبيشوف ميلجا على موتوسيكل وراها صاحبتها، وبيطلع وراها وبيحس إن هو يعرفها كويس ومش بيرتاح غير لما يشوفها، وبيستغرب أصحابه منه. وبعدها بيروح يخرج مستأجرين مش عايزين يدفعوا الإيجار لبانر، وبيكونوا مستولين على الشقة بالعافية. ولما ميلجا بتشوفهم بتخاف وبتقول إن دول بلطجية، وصاحبتها بتنصحها تخليها في حالها أحسن. وتاني يوم بنشوف ميلجا رايحة تقدم ورقها في الكلية عشان تلاقي مكان، وبيشوفها رسنام اللي بيمشي وراها، وكان شايف إن في ناس بتراقبه، لكن اتفاجئ إنهم بيهاجموا ميلجا ما يعرفش ليه، وفضل هو يدافع عنها وبيحميها منهم، وقال لها تدخل تقدم الطلب وهو هيستناها. وكمان بيعرفها ان لما تخلص محدش هيقدر يقرب منها، وبتكون هي اصلا مستغربة هو ليه بيعمل معاها كده وبيضحي بنفسه عشانها. وبعد ما خرجت لقت صاحبتها مستنياها وبتسألها لو تعرف رسنام لانه كان بيدافع عنها كأنه يعرفها من زمان، وبتقول لها كمان ان باين انها مهمة بالنسبة له، لكن هي بتقول لها انها اول مرة تشوفه اصلا، ورسنام كان كسر الدنيا على دماغ اللي عايزين يقتلوها، ومن وقتها وبقى هو الملاك الحارس ليها وماشي وراها في كل مكان يحميها. وهي طبعا بدأت تقع في حبه وفكرت ان هو بيحبها، طبعا ما هي اصلا تتحب، بس استنوا بقى التقيل جاي ورا. المهم بقى ان رسنام بيعسكر قدام بيت صاحبتها عشان يحميها من اي حد بعد ما عرف ان دول اعداء باباه. وبتنتهي فترة التقديم وميلجا خلاص هترجع بيتها، ويومها وصلها رسنام للأتوبيس وطلب منها صورة، لكن هي استغربت انه ما اعترفش بحبه ليها. وبعدها رجع لبانر اللي عرف حكاية البنت دي وقال له لو بيحبها هو هيجوزها له، لكن رسنام عرفه انها رجعت بيتها وهو طلب يشوفها، وبيوريه رسنام صورتها. وهنا بقى كانت الصدمة ان ميلجا شبه والدة رسنام بالظبط، وده اللي خلاه يقرب منها ويحميها. وبانر بيتصدم من الشبه اللي بينهم، وافتكر رسنام والدته اللي ماتت في عز شبابها بسبب الظلم، وهي ماتت بعد ما الست اللي قتلها رسنام وهو قاصر خطفته وهددته بيها عشان تشتغل عندها، واجبرتها انها تعمل كده. ولسوء حظها الشرطة يومها بتقبض على كل اللي في المكان، وبتفضل نور امه اللي ربت ابنها بتعب وشقة، لكن بتكون جت الست دي ودمرت وانتحرت الام اللي ما قدرتش تتحمل الظلم. وهي دي بتكون كل الحكاية، عشان كده رسنام قتل صاحبة بيت الدعارة زمان انتقاما لأمه. أما بانر سأله على ميلجا، عرفه إنها راجعة لمدينة باندر، لكن بانر زعق له لأن حياتها كده بخطر وما كانش ينفع ترجع لوحدها، وطلب منه يروح يوصلها بنفسه. فسمع الكلام وفعلا لحق الأتوبيس ونزلها منه، واللي حسبه بانر فعلا لقاه، لأن الناس كانت لسه بتطاردها وعايزة تقتلها، وبيقدر يهرب بيها عن طريق الغابة. ووقتها هي عرفته إن دول رجالة رايو اللي استولى على أرضهم وبنى فوقها، وهم عايزين يرجعوها. بس اللي ما فهموش رسنام هم ليه عايزين يقتلوها، هي مش باباها، وهنعرف بعدين. لكن المهم ان رسنام قدر يوصلها بيتها بالسلامة. في الوقت ده كان رايو عارف ان رسنام بيحمي ميلجا، وطلب من رجالته يعرفوا كل حاجة عنه وبعد كده يخلصوا عليه وعليها. وفي بيت ميلجا باباها بيعرف رسنام مين دول، وهو بينصحهم ينسوا الأرض لأن الناس دي خطيرة جدا، وبيقول إن هو عرف عنهم كتير امبارح. لكن فجأة عربية رسنام بتنفجر، وبيطلع إنهم رجالة رايو اللي كانوا قاصدين يقتلوه. وطلع رسنام وأخد سلاحه وخلص عليهم، وطلع ورا الباقي في الشارع وقتلهم. وبعد كده أخد ميلجا وراح لرايو وباقي القادة في أرض ميلجا اللي كانوا أصلا عاملين هناك احتفال بمناسبة افتتاح مبنى الجامعة على أرض ميلجا. ورسنام بيزعق فيهم لأنهم بدل ما يحلوا المشكلة كده بيكبروها، وبيخلي ميلجا تقعد قدام النار وتقدم الطقوس لأن هي صاحبة الأرض. وبيهدد رايو لو ما هدش المبنى وسلم الأرض هيقتله. وطبعا وزير التعليم بيخاف من الشوشرة، وبيهدد رايو إنه لو ما تصرفش في المشكلة اللي حصلت هياخد فلوسه وهيبعد عنه. وهنا بيزيد كرهه الرسنام وقرر يقتله.
وفي بيت ميليجا رسنام كان عايز يعرف السبب ورا رغبة ريو في قتلها، وهنا بنعرف ان ميليجا صاحبة القرار في بيع الارض لانها باسمها شرعيا. بعد كده بنشوف المفتش جاي يقبض على رسنام وبانر، وبيوصل هنا وبيسأله على امر القبض، فبيطلع سلاحه بانر وبيقول له واحنا كمان معانا سلاح، وبيهدد الشرطي ولو هدد رسنام تاني مش هيحصل له كويس، ويجيب امر بالقبض عليه. وبعد كده يجي يتكلم، وبانر بيطلب من رسنام يفضل هنا برجالته ويحمي ميليجا، وفعلا بيعملوا كده، وبتسكنهم ميليجا في الدور اللي فوق لانه فاضي. وعند ريو كان بيحضر لرسنام امر اعتقال عشان يخلص عليه في السجن، وبيبعت له رجالته يهددوه، لكن بيضربهم وبيصورهم، وبيبعتهم لريو بالمقلوب وبيقول له ما تقربش من ميليجا لانها مهمة جدا ليا. لكن لما بيرجع البيت بيعرف ان هو طلع امر باعتقاله، وبيعرفه بانر بده، وبيطلب منه يختفي لان لو مسكوه مش هيطلع من السجن عايش. وفعلا بيهرب، لكن ريو بيعمل خطة عشان خاطر يخلص على ميليجا، وبيجري وراها رجالة ريو عشان يقتلوها، وضربوا كتير من رجالة رسنام لدرجة انهم قطعوا ايد واحد منهم. تهرب ميليجا للصحراء، بس رسنام بيقدر ان يلاقيها وبياخدها في العربية وبيقتل أي حد يقرب منها، لكن بتتصاب وبياخدها رجالته على المستشفى. أما هو الشرطي الفاسد بيقبض عليه، وبيعرف ريو إنه هو معاه، وريو بيطلب منه يقتله، لكن بانر كانت رجالته على الحدود ومنهم شرطي شغال تبعه، وبياخد رسنام من الشرطي الفاسد بحجة إنه تبع بلدهم ومع أمر محكمة بالقبض عليه. وتاني يوم رسنام بيروح يطمن على ميليجا، وبيعرف إنها بقت كويسة لكن دراعها اتكسر، وبتعرفه إنها هتتنازل على الأرض وكفاية مشاكل، لكن رسنام بيرفض وبيقول لهم على جثتي. وبعد أسبوع بيجي الميليجا عريس، وكان رسنام مستني يعرف رأيها، لكن هي بترفضه وبتقول لباباها انا عايزه اتجوز رسنام، اللي بيدخل وبيسأل عملت ايه ولو العريس كويس، بس باباها بيعرفه ان بنته عايزه تتجوزه هو، وبيتعصب رسنام وبيقول لها انها اكيد اتجننت لانه مش بيحبها، وكلهم بيستغربوا لو مش بيحبها بيعمل معاها كده ليه. وبيوري الكل وقتها صورة امه وان هي طبق الاصل من ميليجا، وما يقدرش يفكر فيها كزوجة ابدا، وبيسيب البيت وهو زعلان. وهي بعد ما بتعرف الحقيقة بتزعل من نفسها، وبتشتغل على الصورة وبتلونها الرسنام، وبتروح له في مكانه وبتتأسف له، وبتقول له ان هو يسامحها ويرجع البيت، وهي مش هتتكلم في موضوع الجواز ده مرة تانية. وهنا مرسي بيقول لها ترجع البيت وهو هيتكلم معاه ويرجعه، لكن وهو راجع بالعربية بيقابل كاهن واللي بيطلب منه يجي معاه لبيتهم، وهناك بيعرفوا على عيلته اللي كلها كهنة من عيلة دوشيما، وبيطلبوا منه يقتل ريو لانهم ليهم تربيت معاه، لكن بيرفض وبيقول لهم ان هو هيحبسه، بس بينصحوه ما يعملش كده لان هو تعبان وهيخرج تاني وانه مش هيقدر يوقفه. لكن رسنام بيكون عند رأيه وبيقول لهم اللي عنده بيمشي، لكن بيشوف حاجة عندهم بيقف مصدوم. ولما بيرجع بيت ميليجا بيلاقي بانر هناك اللي بيعرفه انه هيرجع معاه لانه خايف عليه، لكن بيرفض وبيقول له ان الموضوع ما بقاش الارض انما بقى طار ليه هو كمان مع ريو. وبيعرف بانر ان ميليجا اتقبلت في الكلية وهيعدي بيها الحدود عشان خاطر تقدم، وبيحطوا خطة كويسة عشان يقدروا يهربوا ورجالة ريو ما يعرفوش يوقفوهم على الحدود. وفعلا بتنجح وبتقدر ميليجا تقدم في الكلية، وهم راجعين بتكون في عربية نقل كبيرة مستنياهم تهربهم لان رجالة ريو بره هيقتلوهم. بيهربوا للغابة ولسه راجع وراهم الاخ الاصغر لريو، وبيقدر يحصلهم في الغابة، ورسنام كان معاه سلاح وبيخلص على شوية منهم، لكن الباقي بيهرب وبيقتل راجا، وبياخد ميليجا يوصلها للأرض، وبيقول لها ترجع لأنه هيروح يخلص على ريو واخد تاني، لكن هي بتمنعه وبتقول له إنها تتنازل على الأرض لأنه هيتبني عليها كلية الطب، وهي اتبهدلت كتير عشان تقدم في مدينتهم، ولو الكلية اتبنت عندنا فعلا هتكون فرصة حلوة لأهل القرية وهي حابة تخدم قريتها. وبيقتنع رسنام بكلامها، وتاني يوم بيعملوا اجتماع برئاسة سكرتير رئيس الوزراء اللي بيقول لهم إنه جاي يحل المشكلة، واللي ناوي يعمل شغب هيخلص عليه دلوقتي ومش هيهمه. وبيسأل ريو لو ناوي يشتري الأرض، بيقول له إنهم موافقين يشتروها بضعف ثمنها. وبيسأل السكرتير ميليجا لو عايزة تبيع، بتقول له لأ أنا هتبرع بالأرض عشان تتبني عليها كلية الطب اللي بتطلب إنها تكون مجانية. وبتسلم الورق للسكرتير وبتقول له إنها اتنازلت عنها للحكومة، ودي كانت فكرة رسنام. يعني كده حاليا مشكلة ريو بقت مع الحكومة اللي طبعا أخدت الأرض، وريو بنى عليها بفلوسه، يعني كده خسر كل حاجة. لا ملعوبة يا معلم رسنام، كده ريو خسر وما يقدرش يتكلم مع الحكومة. بس رسنام قبل ما يمشي بيقول له لسه كلامنا مخلص ولا نسيت لوجانا. وبيتغير وش ريو لما بيسمع الاسم ده، وبانر لما بيشوف وش ريو قلب كده بيسأل رسنام مين لوجانا، وبيحكي رسنام مقابلته للكهنة، وبنعرف انه وقت خروجه شاف صورة لأمه في جوازها من باباه وسألهم لو يعرفوها، وطلع ان اللي في الصورة ده باباه بجد وابن الكاهن الأكبر، وحبوا أمه وجوزهم لبعض رغم انهم ما يعرفوش أصلها. وفي يوم لما كانت حامل فيه شافت أخوها ريو،
تقريبا اتصدمتوا صح؟ المهم انها شافته، وبتكون شافته مع اصحابه الاتنين ان المفروض انهم اخوات حاليا بيقسموا دهب سارقينه، فبتعرف انهم ورا عمليات القتل والسرقه للاتوبيسات اللي اتقلبت في الوادي، وقفلت عليهم الباب عشان تبلغ عنهم بس قدروا يهربوا. وريو قطع ايده اللي اخته قفلت عليها قبل ما الشرطه توصل، لكن قرر ان يقتل اخته وجوزها اللي كان شرطي، وقلبوا بيهم العربيه من على الطريق، وهي نفس الحادثه اللي شفناها في اول الفيلم. ومن بعدها والدة رسنام هربت واتبهدلت في البلاد بسبب أخوها المجرم، وبتبقى خسرت نفسها وحياتها بسبب صاحبة بيت الدعارة. وعاش رسنام يتيم بسبب خاله، وقرر إن هو يقتله بسبب خسارته لأهله. أما ريو في الوقت ده كان بيدفن راجا وبيجيله اتصال، وبيعرف إن كهنة دوشما لسه في المدينة، وبيبعت لهم ناس عشان يقتلوهم ومنهم أخوه، عشان ما يكونش فيه فرصة لحد تاني يعرف أصلهم ويعرف إنهم مش هنود بجد وعايشين متملكين في أرضهم بالزور. وفعلا بيبعت لهم ناس وبيقتلوا 4 منهم بطريقة وحشية، ومنهم اللي مات ومنهم اللي بيصارع لحياته في المستشفى. ورسنام لما بيعرف اللي حصل بياخد سلاحه وبيقتحم بيت ريو، وبيقتل أخوه الأول زي ما دبح جدته وخسروا العيلة اللي أخيرا لقاها. وبعد كده بيخلص على باقي رجالته وبيكون واخد الكهنة معاه، وبيقع ريو تحت إيده أخيرا. وبيعرفوا هنا بقى رسنام إن هو ابن أخته اللي قتلها بسبب طمعه وخاف من كشف جريمته هو وأصحابه. وبعد كده قطع راسه وقال لعيلته إن هيسلم نفسه مع الراس عشان أي حد يفكر يعمل زي ريو يخاف 1000 مرة. وبيسلم نفسه فعلا، وبتروح له ميليجا اللي بيودعها وبيقول لها تتجوز، ولو خلفت طفل تسميه على اسمه. وبينتهي فيلمنا لحد هنا بعد ما رسنام حقق العدالة للمدينة، وقتل كمان اللي حرموه من أهله واللي عرفهم أصلا صدفة.